اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم احلى واجمل متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. انتوا وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. طبعا انا بقالي كده كام يوم ما بصورش، بصراحه تعبانه وكده، واكيد يعني باين من صوتي بقى برد وبتاع، انتوا عارفين بقى البرد عمل عمايله معانا. قلت بقى ايه، نشيل بقى البطاطين ونقوم بقى ونتشجع كده يعني بقى كفايه بقى نوم وكسل كده، ونقوم بقى نجيب كده فرد الكوارع، بدل بقى ما نفضل نايمين بقى وكمشانين. لا لا لا، نزلنا كده جبنا فرد الكوارع حلوه جميله، قلنا بقى ناكلها كده وترم عضمنا شويه وتطرد البرد. طبعا الفيديو ده يا جماعه للاكيله، اكيله الكوارع طبعا والحاجات دي، هم بس اللي ايه يحطوا لي لايك للفيديو. غير كده بقى الناس اللي بتقرف ومامي وبابي وكده خلاص بقى. خلينا بقى نخش كده على الفيديو ونشوف هنعمل ايه. جبنا بقى عيش محمص كده وهنقطعه اي تقطيع بقى عشوائي زي ما انا بقى بعمله كده. عندك مقص بقى وعايزه بقى ايه تقصقصيه كده اعمليه، لكن انا بصراحه كنت مستعجله فقلت بقى ايه نقطع كده العيش على السريع اي تقطيع عشوائي، علشان بقى لزوم ايه كده كده العيش دوت محمص. بس انا هديله كمان تشويحه كده على البوتاجاز، قطعته كده زي ما انتم شايفين، وهناخده بقى نشوحه على البوتاجاز. بس الاول احنا غسلنا الكوارع بتاعتنا غسله حلوه جدا بالملح والليمون، وغسلناها كذا مره. وجبت بقى حله حطينا فيها ورق لوري، حبهان، فصين 2 مستكه، فلفل اسمر، كزبره. وبعد ما الميه بتاعتي غليت كويس على البوتاجاز نزلت بالكوارع، وبعد كده طماطمايه مبشوره. حطي بقى بصلايه كده صغيره، لو عندك بقى بصلايه حلوه كده صغنطوطه حطيها، بقى عندك بقى احلى شوربه. عايزه اقول لكم انا بحب الطريقه دي جدا، ما بحبش بقى ان انا احط الكوارع تتسلق وبعد كده ارمي الميه بتاعتها وارجع اجدد الميه. طبعا الطريقه دي غلط جدا، انت كده بتهدري كل الفوائد اللي هتنزل من الكوارع. طالما غسلاها كويس جدا انسي اي زفاره، انسي الكلام ده، اغسليها مره واتنين وتلاته. تمام. خلاص كده حطينا الكوارع وسقطناها في الميه وسيبناها تاخد غلوتين. غطي بقى النار، يعني وطي النار بتاعتك وغطي عليها وسيبيها ونسيها كده تقريبا ساعه. عايزه اقول لكم الكوارع دي عجالة صغيره جميله، ما خدتش وقت زي الكوارع الكبيره. خلاص. معايا هنا معلقتين 3 من التوم مع شويه من الزبده والزيت، وهشوح فيهم كده. بصوا بقى الكوارع عايشه حياتها كده على نار هاديه وسبتها كده وعايشه حياتها بقى. تعالوا بقى نعمل بقى احلى شويه صلصه. جبت التومه بتاعتي مع شويه ملح، شويه زيت مع معلقه زبده مع شويه من الكزبره، وقلبي بقى في التوم ده كده لحد بس كده ما يصفر. انا مش عايزه التوم يديني لون خالص. حلاوه الصلصه دي ان التومه ما تحمرش قوي معاكي، يعني مش هنتشها ملوخيه، لا، احنا عايزين صلصه كده رايقه وخفيفه. حتى لو اتسبكت ما يبقاش التوم بتاعنا ريحته باينه قوي ولا محروق ولا ايه ملسوع، يعني عايزاه رايق كده زي ما هتشوفيه. افضلي بقى قلبي كده مع حبه كزبره، واول ما تبدا تلون معاكي هنطفي بقى عليها بشويه من الخل او ربع فنجان صغير من الخل. انا طبعا بقلب فيها، عايزه اوريكم الدرجه بالظبط. عايزه اقول لكم الكوارع يا جماعه خدت يعني شويه شوربه، ولا عملت ريم اللهم بارك ولا اي حاجه، كانت جميله. هنزل بقى كده الطومه يا دوب اصفرت معايا، هطفي عليها بالخل، وبعد كده هنزل عليها بصلصه الطماطم الكميه اللي انت عايزاها. اعملي مثلا كيلو طماطم، نص كيلو، وكمان الطماطم الايام دي رخيصه جدا في السوق وحمرة وجميله. وبعد كده احط شويه من الفلفل الاسود، شويه من الملح. عايزه بقى تزودي اي بهارات بتحبيها زودي، بس انا اكتفيت بهذا. إيه، عايزه بس فلفل اسمر وملح وممكن شويه من البابريكا بس فقط لا غير. هنيجي بقى كده عملنا ايه، غسلنا معايا كيلو من الرز، وكمان جبت بقى معلقتين من الزبده مع حبه من الزيت عشان الرز بتاعي ما يعجنش. واخد كده معلقه حلوه من التوم. عايزه اقول لك جربي الطريقه دي مش هتندمي خالص. اللي هيميز الرز الابيض العادي ورز الفته بتاعنا معلقه التوم دي. اعذروني بقى لان صوتي تعبان جدا. عايزه اقول لكم قايمه من دور ما يعلم بيه الا ربنا. قلت بقى مش محتاجه غير ان انا اكل بقى حبه شوربه كده ونطرد بقى البرد ده. ربنا يعين الناس كلها يا جماعه، مش عارفه في ايه، الشتاء داخل علينا، اللهم بارك، دخله حلوه جدا. خلاص شوحنا بقى التومه، نزلنا عليها بكيلو من الرز، وبعد كده شوحنا الرز كويس جدا عشان ما يعجنش، وهنزل عليه بميه سخنه، وبعد كده هاخد مجين 2 من الشوربه. خلاص بس يطعم لي الرز، مش عايزه اكتر من كده، لان لو اديت الرز بتاعي شوربه كله ولادي مش هياكلوه، هيعرفوا ان دي شوربه كوارع.
خلاص. وبعد كده خلاص الكوارع بتاعتي كده ما شاء الله استوت، دخلت في التسويه زي ما انتم شايفين يا جماعه. الشوربه حاجه تحفه. الفيديو ده يا جماعه للاكيله. وبعد كده خلاص انا حمصنا العيش بتاعنا، ادينا له كده معلقتين من الزبده وحمصناه التحميصه اللي احنا عارفينها. مجرد ما تمسكي اللقمه تتكسر معاكي اعرفي ان العيش كده جميل، وسيبيه بقى كده في الهوا شويه، هتلاقي معاكي العيش نشف وبقى زي العسل. هنا معايا بقى طشه الايه الكوارع. جبت برده معلقتين من التوم مع شويه من الزبده والزيت، ونزلت عليهم بالكزبره. وهننزل بقى باحلى طشه للكوارع. ما هو الكوارع ما تاكليهاش غير بالطشه دي. شايفين بقى الجمال والقمر، حاجه تحفه. وبعد كده هاخد بقيه التوم، هطفي عليه برده بشويه من الخل، وهقول لكم هنعمل بيها ايه. وبعد ما حطيت حبه من الخل هاخد مغرفتين كده من الشوربه. لإيه بقى الجمال ده؟ هقول لكم. هنطعم بقى الشوربه بتاعتنا. العيش هننزل عليه بطشه من التوم مع الخل مع حبه من الشوربه. طبعا انا لسه ما ملحتش الكوارع بتاعتي، فهحط حبه ملح وحبه فلفل على الشوربه دي. خلاص. هنعمل بقى ايه احلى تطعيمه للعيش. هتنزلي بقى بشويه الشوربه دي مع طشه التوم على العيش، هتاكلي احلى واجمل عيش فته ممكن تعمليه وتدوقيه. يعني عايزه اقول لكم حاجه وهميه. شايفين بقى العيش وجماله يا جماعه بعد ما اتحمص. خلاص كده انا في اللحظه دي هنزل بقى كده بالعيش في الطواجن اللي انا هغرف فيها، سواء سرفيس سواء اي حاجه بقى عندك بتقدمي فيها. انا بصراحه السرافيس دي كانت عندي، كانت عجباني جدا. قلت وماله بقى، يعني طبقين يبقوا للعيله كده يبقوا حلوين. وغرفتهم، وكان خلاص الرز استوى معايا. وحطيت بقى طبقه من العيش طبقه من الرز، وحطيت الصلصه زي ما انتم شايفين كده. بقى عندي احلى شويه شوربه كوارع مع احلى طبقين فته ممكن تعمليهم في البرد ده وانسي. عايزه اقول لكم انا عشان اصور الفيديو ده خدت لا يقل عن 2 بنادول. ويعني عايزه اقول لكم عشان اقدر اقف واعمل الاكل ده، الله المستعان. ربنا يا رب يشفي كل مريض ويعافينا من اي بلاء واي وباء في الدنيا. سيبوا كنتوا بقى من اي حاجه تانية. ايه رايكم في الكوارع بتاعتنا النهارده؟ تستاهل لايك ولا ايه؟ ايه الكوارع القمر دي اللي ما خدتش سوا معايا. عايزه اقول لكم ان انا ولعت على البوتاجاز على الكوارع الساعه 4:30، خلصت معايا بعد المغرب تقريبا. وكان احلى غدا والله بجد يوم الخميس، وكان تحفه جدا. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم. شايفين بقى الجمال يا جماعه بعد الصلصه بقى ما اتسبكت. وكمان هنحل كده بالبرتقال، ما عملناش اي حاجه تاني. حلو قوي البرتقال للبرد، وشويه شوربه الكوارع. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، جميل خفيف ما فيهوش اي حاجه جدا. جماعه بقى اللي بيحبوا شوربه الكوارع يحطوا لي لايك ويكتبوا لي كومنت حلو، يقولوا لي فيه ايه رايكم في شوربه الكوارع بتاعتنا النهارده. ولو بتحبيها باي طريقه تانية اعمليها. والسلام عليكم ورحمه الله. اشوفكم في فيديو جديد. احلى واجمل متابعين.